بسم الله الرحمن الرحيم. تم الاشتباك بين كتيبة البراء بن مالك تابع لواء جلة مع كتائب الأسد على طريق المطار، وتم أسر سيارات زيل محملة بمواد وقائية للضرب الكيميائي، ومن هذه المواد المجموعة رقم 1 وتتألف من البزة زائد الجوارب زائد قفازات مع قناع واقي وعلبة التصفية. وهذه المواد التي تم ضبطها بحوزة النظام المحملة في السيارات العسكرية موجودة في هذا المستودع، وهي صندوق رقم 11 المحتوى جوارب مطاطية وقائية عدد 32، صندوق رقم 22 جوارب وقائية قتالية. وتم ضبط أجهزة تنظيف من المواد الكيميائية يركب على سيارات الزيل 130 وال 131، وهي على الشكل التالي: خرطوم يوصل عن طريق السيارة مع مواد تنظيف مع بودرة خاصة للتنظيف مع فرشاة تركب على رأس الخرطوم. كما تم ضبط كمية من المواد السامة الذي يقوم به النظام بالقصف عن طريق الطيران. كما تم ضبط أجهزة وقاية قناع واقي روسي موجود فيه علبة تصفية كمان. طبعا طريقة استخدام المواد الوقائية: هذه البزة تلبس على شكل رداء، تلبس على شكل بزة، وتلبس أثناء الضرب المباشرة على شكل عباد. وتم بعون الله ضبط هذه المواد وضعها في يد الجيش الحر. يقوم النظام باستخدام هذه الأقنعة الوقائية من أجل حماية ميليشياته وشبيحته أثناء ضربه للضرب الكيميائي، ولكن بعون الله له في المرصاد.